شلونكم شو اخباركم؟ ان شاء الله كل تمام. بهذا الفيديو الثاني من هذه السلسله اللي انا سويتها، انا قاسم مناضل عمره 28 سنه من العراق ومن النجف، وبهذا الفيديو راح نفهم شنو هي الاسواق الماليه وشنو طريقه عملها، الشغلات اللي انا احتاجها على متعلم لهذا المجال، وبنفس الوقت هل هي حقيقيه او لا. ركز وياي واسمع لي كل زين وافهم للاخ. وصراحه واحده من الاسباب اللي خلتني اصور هذا الفيديو وانزله هو منشور على الفيسبوك، وهذا المنشور يتكلم على تطبيق اسمه التداول، وشلون الناس خسرت ملايين بهذه التطبيقات. وبهذا الفيديو راح نوضح شنو الفرق بين التداول وتطبيقات اللي ما لها اي داعي او تطبيقات النصب والاحتيال. فخليك مركز وياي واسمعني للاخر. اول شيء هي ليش اشتريت الاسواق الماليه؟ اول نقطه واللي هي جائحه كورونا. اكيد احنا ما ننسى جائحه كورونا والشغلات اللي هي سوتها، وكل الناس ما كانت متخيله انه هي بيوم من الايام راح تقعد بالبيت، وكل المشاريع الموجوده على ارض الواقع هاي المشاريع راح تنسد، وما راح يكون اكو اي مصدر دخل ما عدا الانترنت. وشفنا كل شركات السياحه والسفر عزلت، والمطاعم والمقاهي وغيرها من هواي مشاريع ثانيه، وحتى شركات موجوده على ارض الواقع هذه الشركات عزلت بسبب جائحة كورونا. هذا الدرس لازم نتعلم من عنده وما ننساه. والنقطة رقم 2 اللي هي سهولة وبساطة الأدوات اللي أنا أحتاجها لهذا المجال. كل اللي يحتاجه هو تليفون زائد ايباد أو لابتوب على مود أبلش أتعلم لهذا المجال وأبلش أربح من عنده. والنقطة رقم 3 اللي هو سهولة التعلم. بس أيدك تعوف فكرة التعليم التقليدي اللي احنا ماشيين بيها. على مود أروح أتعلم لمهارة معينة أو شغلة معينة لازم أروح لمعهد تعليمي، وراح أحتاج عدد ساعات كلش هواية بين الطريق والتعلم. لكن التعليم اللي يكون عن طريق الإنترنت راح يكون أسهل وأوفر عليه بالوقت، وصدقني راح يكون نفس الكفاءة. والنقطة رقم 4 راح يفتح لي أبواب على الاستثمار وتعدد مصادر الدخل. وصراحة الموضوع بالنسبة لي كشيء شخصي الحمد لله واشكر عندي أكثر من مصدر الدخل عن طريق الإنترنت، وهذا الشيء اللي خلاني أترك وظيفتي واعتمد اعتماد أساسي على هذا المجال، فراح يفتح لك آفاق جديدة. هسه راح نجي على الأسواق المالية وشنو تقسيماتها ووين احنا راح نركز بكلامنا بهذا الفيديو. الاسواق الماليه تقسم لاكثر من نوع واكثر من قسم: سوق العملات النقديه، او سوق العملات الاجنبيه، والسوق العملات الرقميه، او سوق الكريبتو، وسوق الاسهم، وسوق الخيارات الثنائيه. وراح ابلش من اخر واحد واصعد بيهم لفوق. سوق الخيارات الثنائيه هو اكثر الاسواق الماليه عليه شبهه شرعيه، وكل احنا ندور الرزق الحلال وما ندور الاشكالات الشرعيه، فهذا السوق ما راح اسولف عليه نهائيا. واما السوق الثالث اللي هو سوق الاسهم، وهنا يقصد الشركات الاجنبيه او الشركات العالميه مثل امازون وفيسبوك وتسلا وغيرها من الشركات الثانيه، وحتى الشركات السعوديه والسوق المصري والسوق العراقي وغيره هوايه. يعني احنا بالعراق عندنا سوق للاسهم يس موجود، اللي هو سوق العراق للاوراق الماليه. هذا السوق بلش من سنه 2006، لكن بالنسبه لي ما تداول عليه ولا راح اشرح عنه شيء، وراح اشرح لك اكثر اثنين مشهورات واكثر اثنين شعبيه. وهسه راح نبلش باول سوق اللي هو سوق الفوركس، وراح نبلش باول سوق اللي هو سوق الفوركس. وكلمه فوركس تشير الى سوق العملات الاجنبيه او البورصه العالميه للعملات الاجنبيه، هو اختصار المصطلح الاقتصادي من اللغه الاجنبيه فورين اكسشينج مارك، هو عمليه تبادل عمله مقابل عمله اخرى بسعر متفق عليه. وسوق الفوركس هو سوق لا مركزي، يعني ماكو جهه او شخص يقدر يتلاعب بهذا السوق، لكن اكو هيئات تنظيميه للوسطاء الموجودين بهذا السوق. وهذا السوق يعتبر واحد من اكثر الاسواق الماليه شعبيه واكثر الاسواق الماليه تداولا، ومعدل سيوله يزيد على 7 تريليون دولار يوميا. فتخيل يا عزيزي 7 تريليون دولار تدخل على تليفونك وتطلع من عندها وانت ما مستفاد منها اي شيء. فهاي السيوله العاليه راح تنطينا فرص كمتداولين انه احنا نبيع ونشتري بشكل يومي. وهذا التداول راح يتم عن طريق ازواج العملات والمعادن والنفط والمؤشرات الامريكيه. وهسه راح يجي شخص يقول لي احنا ليش ما نتداول على العملات القويه مثل الدينار الكويتي او الريال العماني او الدينار البحريني؟ هاي العملات هي عملات ثابته ما تتغير، وسيولتها جدا قليله مقارنه بالدولار او اليورو. او خلينا نجي على مثال جدا بسيط، اكيد انتم شايفين بالقنوات الاقتصاديه مثل قناه الشرق لما نشوف بالشريط جوا يورو مقابل الدولار ومقابلها سعر، ولو انطينا مثال اليورو مقابل الدولار الامريكي يساوي 1.100، وهذا معناها انه كل 1 يورو راح يقابل الدولار و100 سنت. وخلي ابسط لك اياها بطريقه افضل، انا اليوم عايش بالعراق، لا اريد اروح اسافر للامارات راح احول الدينار العراقي الى درهم اماراتي، فهاي عمليه التحويل راح تسمى بالسوق الفوركس. يعني بالمختصر المفيد ماكو شخص ما دخل بسوق الفوركس. وهسه هنجي على سؤال ثاني: قاسم، منو الناس الموجوده بالسوق الفوركس؟ الناس الموجوده بالسوق الفوركس هي البنوك العالميه والبنوك المركزيه والشركات الكبرى والمتداولين اللي هم انا وانت والصناديق الاستثماريه. يعني لما يجي شخص يقول لك انه الناس اللي تربح بهذا المجال تربح من الناس الخسرانه، فماكو صحه لهذا الكلام، لان كل هاي الناس موجوده بهذا السوق، واكو بورصات موجوده بكل دول العالم مثل بورصه سيدني الموجوده باستراليا، وبورصه طوكيو الموجوده باليابان، وبورصه لندن، وبورصه نيويورك. فيا عزيزي بكل اختصار هذا هو سوق الفوركس. شلون ادخل لسوق الفوركس وشلون اربح من عنده؟ الموضوع جدا بسيط جدا سهل. تروح تفتح حساب تداول بشركه وساطه، تنزل تطبيق الام تي 4 او الام تي 5، تشحن حسابك وتراقب الشارت وتبدا تحلل، وبعدها تقدر تدخل صفقه بيع او شراء، وانت هنا دخلت لسوق الفوركس. وهسه راح نجي على السوق الثاني واللي هو سوق العملات الرقميه، وهذا يعتبر واحد من احدث الاسواق الماليه اللي موجود. وهذا السوق بلش من سنه 2008 من شخص اسمه ساتوشي ناكاموتو،
اصدر ورقه بيضاء عباره عن شيء اسمه البيتكوين، وب 2011 هاي العمله الرقميه انطرحت للشراء. والعملات الرقميه هي عباره عن شكل من اشكال الاموال الموجوده عندنا، لكن الفرق بين العملات الموجوده عندنا والعملات الرقميه انه العملات الرقميه ما راح تصدر لا من جهه حكوميه ولا من اي بنك. يعني بكل اختصار هذه العملات هي مبنيه على شبكات الانترنت فقط، وتعتبر واحده من اهم واحدث التقنيات اللي صارت واللي هي شبكه البلوك تشين. وراح اسولف عن مميزاتها ان شاء الله. وابسط مثال للعملات الرقميه واللي هي عمله البيتكوين وعمله الايثيريوم، واذا تسميها عمله البيتكوين فلازم تلفظها بطريقه صح. وهسه راح نجي على رسم البيان لعمله البيتكوين، وراح نشوف انه هاي العمله بلشت ب 5 سنت بسنه 2011، ولحد تاريخ تصوير هاي الحلقه سعر البيتكوين وصل لاكثر من 100,000 دولار. فتخيل يا عزيزي لو انت مستثمر بقيمه 100 دولار بس بسنه 2011 ايش قد ممكن توصل ثروتك اليوم. وطبعا هذا الموضوع مو معناها ان الفرصه خلصت، اكيد لا. حاليا اليوم اكثر من 20,000 عمله رقميه انا اقدر اتداول بها واقدر استثمر بها، لكن هل كل العملات راح اتداول بها؟ اكيد لا. فمو كل عمله رقميه تسمحها تروح تشتريها، لازم تتعلم لهذا المجال على ما تعرف العمله الرقميه الصحيحه وتتداول بها وتستثمر بها بطريقه صح. وهسه راح نجي على مميزات العملات الرقميه. اول نقطه اللامركزيه، يعني ماكو جهه حكوميه او شخص يقدر يتلاعب بالعملات الرقميه. وهسه راح يجيني واحد يقول لي قاسم وايلون ماسك لما ينزل تغريده او ترامب راح نشوف تقلب بالسعر بشكل مو طبيعي. هذا الموضوع يعتمد على العرض والطلب، ما يعتمد على المركزيه. النقطه رقم 2 الشفافيه وصعوبه التزوير. اقوى الكمبيوترات اللي موجوده بالعالم واقوى الهاكرز ما قدر يتلاعب بشبكه البلوك تشين اللي مبنيه عليها العملات الرقميه، ولذلك لحد هاي اللحظه ماكو شخص قدر يتلاعب بيها او يهكرها او قدر يضيف او ينقص من عندها، وهذا الشيء اللي خلاها توصل لهذا السعر. نقطه رقم 3 سرعه التحويلات. انا اليوم اقدر احول من عندي لشخص ثاني موجود باي بقعه بالعالم، الموضوع ما راح ياخذ من عندي 5 دقائق او 6 دقائق او ماكسيموم 10 دقائق. والنقطه رقم 4 تكاليف التحويل راح تكون جدا بسيطه، اي مبلغ اني احوله الموضوع ما راح ياخذ من عندي دولار او دولار ونص. فتخيل انت اذا تحول مليون دولار عن طريق البنك ايش قد راح تاخذ عمولات عاليه. والنقطه رقم 5 قابليه الوصول للجميع، اي شخص موجود على الكره الارضيه يقدر يستخدم العملات الرقميه. والنقطه رقم 6 واللي هو موضوع الامان وسولفنا عليه بالنقطه رقم 2 انه اي هكر او كمبيوتر يقدر يتلاعب به. والنقطه رقم 6 واللي هو موضوع الامان وسولفنا عليه بالنقطه رقم 2. والنقطه رقم 7 الربح العالي، مثل ما انت شفت قبل شوي من 5 سنت الى 100,000 دولار. فهذا الموضوع راح يعطينا ربح كلش عالي، لكن بنفس الوقت راح تكون مخاطره كلش عاليه بهذا المجال. النقطه رقم 8 انشاء المشاريع على هاي العملات. واحده من اهم الاهداف اللي انشد عليها العملات الرقميه واللي هي امكانيه انشاء مشاريع عليها، وهذا راح يفيدنا بحياتنا اليوميه. والنقطه رقم 9 الحمايه من التضخم. اذا نجي على عدد عملات البيتكوين فهي 21 مليون قطعه بيتكوين، فهذا الموضوع راح يحميها من التضخم على عكس الدول اللي موجوده، على عكس الدولار او الباوند او اي عمله ثانيه، لان كل احنا نعرف انه هاي الدول تطبع عملات بين فتره وفتره، كل ما طبعت اكثر راح يزيد التضخم اكثر. كل هاي المميزات اللي انت سمعتها اكيد اكو مخاطر، التقلب العالي للسعر وغياب التنظيم القانوني وسهوله النصب والاحتيال بهذا المجال. وهسه راح نروح على السؤال المعتاد، شلون ادخل مجال العملات الرقميه؟ اول نقطه تختار منصه تعجبك مثل كوكوين او اوكي اكس او بايبي، تفتح حساب وتشحن حسابك بعمله اليو اس دي، وهنا انت صرت جاهز تشتري اي عمله باي مبلغ يعجبك. واكيد الموضوع مو بهاي السهوله. هذا الفيديو الهدف من عنده توعيه الناس بهذا المجال ونعرف شنو هي الاسواق الماليه وشنو تقسيماتها وشلون ادخل لهذا المجال. لكن اني هل راح اروح ادخل بهاي السهوله؟ اكيد لا. الحجر الاساس بكل مهنه هو التعلم والخبره. مستحيل اني اروح لسوق السيارات واشتغل وابيع واشتري بالسيارات وانا ما اعرف ايش عن سوق السيارات، او اشتغل بالعقارات او اشتغل باي سوق ثاني واني ما اعرف عنه اي شيء. فانت لازم تتعلم بطريقه صح وبطريقه متسلسله. وهسه وصلنا لنهايه هذا الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك والتعليق الحلو، ونشوفكم بالفيديو الجاي. الفيديو الجاي راح يكون فيديو جدا مهم وراح يعلمك شلون انت تتعلم لهذا المجال بطريقه صح. فخليك مركز وياي واسمعني للاخير بالفيديو الجاي.